السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة شانيل السعدية. كنتمنى في الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال مع فيديو جديد إن شاء الله. غدا نشارك معكم الطريقة ديال تحضير هاد لي بالمي اللي كيجيو رائعين مالحين، كيجيو بواحد العجينة اللي هي سهلة، فواحد الحشوة هي اللي لذيذة. فخليكم مع المقادير والطريقة ديال التحضير. فنبداو على بركة الله. كما كتشوفوا عندي هنايا واحد الصفر بيضة، خديت البيض درته في واحد الحلوة وهنا خليت الصفر باش ندهن بها هاد لي بالمي هادو. هاد العجينه هذا غنحتاج ليها عندي نص كاس ديال الزيت الروميه والبلديه، كاس ديال الحليب يكون دافي، كاس لاروب ديال الماء يكون دافي، معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، معلقه كبيره عامره تكون ديال خميرات ديال الخبز هكايا، عندي هنا معلقه صغيره ديال الملحه، عندي 500 غرام ديال الطحين، غنضيف ليها واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. انا عندي هنايا الطحين راه مغربل، غنضيف عليه واحد نص خماره هكايا ديال الحلوى، نص معلقه صغيره. غناخد البول ديال العجانه، غنضيف ليه هاد السوائل كاملين، غنضيف الماء يكون دافي، وعندي الحليب، غنزيد عليهم الزيت، غنضيف عليهم السكر، غنضيف الخميره الخبز، وغنضيف الملح حتى هي. غنخلط هاد المكونات واحد شويه من بعد ما تجانس ليا الخميره مع السوائل، وغنضيف عليها 500 غرام ديال الطحين فورس مع نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. صافي غنحرك هاد المكونات حتى تجانس ليا الخميره مع السوائل، وغنضيف ليها 500 غرام ديال الطحين. هاد السوائل يعني هاد الماء والحليب والعبار اللي عطيتكم ديال الكاس ديال العنبه هو اللي غادي يجمع ليا هاد العجين هذا 500 غرام ديال الطحين فورس. صافي دابا غندير هاد المكونات كاملين في العجانه، غنخلطهم هكا واحد شويه بالموس العجانه باش ما يطيرش ليا هكا الطحين ملي غادي نخدم العجانه. صافي كنبقى نحرك على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، اي بما يدخل ليا الطحين مع السوائل باش ملي غادي نجي نعجن ما يطيرش ليا الطحين. صافي كنبقى نستمر على هاد الشكل هذا. دابا غادي نديه للعجانه، غنخلي تدلك تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، غنخليها حتى غتدلك ليا مزيان مزيان كما كتشوفوا. يعني هاد السوائل هذا راه كيجمعوا 500 غرام ديال الطحين، لان العجينه كتكون شويه مطلوقه، ما كتكونش العجينه قاصحه، كتجي العجينه شويه رطبه. صافي كنبقى نستمر على هاد الشكل هذا حتى غتدلك ليا العجينه مزيان مزيان، ونخليها تقريبا ترتاح ليا واحد المده ديال ساعه ديال المكانه اولا نصف ساعه ديال. نتوما كما كتشوفوا العجين كي تتجي راه كتجي شويه كتلصق. بالنسبه اللي بغى يعجنها في يديه ماشي مشكل، غير ملي تبدا تجمع لك العجينه دهن واحد شويه يدك بالزيت باش ما تبقاش تلصق لك العجينه فيها. حيتاش العجينه كتكون شويه مرخوفه، ما كتكونش العجينه قاصحه. انا كندهن هنا شي يدي بشويه ديال الزيت كما كتشوفوا باش نجمع العجينه الوسط. هانتوما على هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما غنخليها ندير لها السلوفان، هانتوما كتشوفوا العجينه راه كتكون شويه مرخوفه، كنخليها ترتاح تقريبا واحد المده ديال ساعه ديال المكانه ونولي معكم ان شاء الله. من بعد ما خليت العجين تقريبا عندي دابا راه نص ساعه وهي خليتها حتى كتخمر. عندي هنا الحشوه باش غادا نعمر هاد لي بالمي. عندي هنايا كما قلت لكم الصفار اللي غادا ندهن به الفوق البالمي. عندي هنايا فرماج، عندي هنا فرماج احمر، عندي فرماج احمر وعندي فرماج موتزاريلا خلطتهم بجوجهم. عندي هنا واحد علبه ديال الطون ديال الزيت. عندي هنايا واحد الفلفله حمراء وفلفله خضراء قطعتهم هكا مربعات صغيورين. عندي هنايا البوافو اللي غادا نرش عليه من الفوق، وعندي لاصوص ديال مطيشه كما كتشوفوا. عندي هنايا العجين خليته حتى ارتاحت كما قلت لكم، فضروري خاص العجين تكون مرتاحه. هانتوما راه عندي هنا العجينه خمرات. صافي كنهز هاد العجين هادي كنقسمها. هنايا راه مسحته قبيلات، غير كنمسح هكا باش ما يكونش الماء باش ما تلصقش ليا فيها العجينه. كما كتشوفوا الا كان العجينه كتكون مرخوفه شويه، الا كان عي شويه ديال الماء راه غتلصق ليا فوق البوطاجي. صافي هنايا رصيت عندي بواحد شويه ديال الطحين. غنهز هاد العجينه هذه كما كتشوفوا، غنقسمها على جوج كريات. هانتوما راه العجينه كتكون شويه مطلوقه، ما كتكونش العجينه قاصحه. هانتوما شتي كي تكون. غنقسمها دابا هنايا على جوج كريات.
صافي غنطلق وحيده وغنطلق الاخرى، نطلقهم بجوجهم وغادا نعمرهم بهاد الحشوه هادي ونوريكم الطريقه اللي غادا ندير ليها باش نلويها. صافي هنايا كنديرهم هكايا على شكل خبيزات باش نطلقهم على شكل مربع. صافي كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادا نكمل هاد الجوج نطلقهم بجوجهم ونولي معكم ان شاء الله. انتم البنات من بعد ما طلقت العجينه كما قلت لكم على شكل مربع، كنطلقها على الشكل هذا، كنطلقهم بجوجهم على شكل مربع كما كتشوفوا. دابا كنضيف عليها لاصوص سوليس هكايا صافي، وكندهنها بالمعلقه كما كتشوفوا، كندهنها كامله بهاد لاصوص هادي. بعد ما غندهنها كامله وغنضيف عليها الفلفله كما كتشوفوا. هاد الفلفله حمراء وخضراء كنقطعهم شكيلات هكا ما كيبانوش فيها لداخل، كنقطعهم رقاقين على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي كنبقى نرشها عليها. بالنسبه لي ما بغاش يدير الطون يدير كفته، حتى بالكفته راه جربتهم كيجيو زوينين. انا ما عنديش الكفته، عندي هاد الساعه الطون، صافي درتهم بالطون. ولادي عزيز عليهم الطون على الكفته. صافي كنبقى نرش هاد الطون هكا ديال الزيت، وحتى اللي بغى يدير ديال مطيشه ماشي مشكل، حتى هو كيجي فيها زوين. صافي دابا كنرش الفرماج، كنعمرها كامله ما نخلي حتى شي بلاصه، كلشي غنعمرها بالفرماج لان الفرماج هو اللي كيعطي ديك التعليكه مع لاصوص مع الطون مع الفلفله، كتجي ديك التعليكه زوينه. صافي دابا كما كتشوفوا رشيت الفرماج كامل. غنهز دابا يا هاد سميتو هاد الطرف الاخر اللي طلقته حتى هو على شكل مربع، غنحطو عليه كما كتشوفوا. ما تخليوش العجينه غليظه بزاف، ملي تبغيو تطلقوهم بجوجهم كنرقوا العجينه، ما كنخليوهاش غليظه وما كنخليوهاش رقيقه بزاف عاوتاني. هانتوما شتو الشكل ديالها كي تتكون، ما غليظه ما رقيقه، لان ملي كطيب في الفران راه كتجي شويه تزيد يعني تضاعف الحجم ديال العجينه. حاولوا ما تخليوها لا رقيقه لا غليظه بزاف. صافي غنحيد هاد الطرف هذا اللي عندي هنايا زايد ديال العجينه. صافي وكناخذ الموس كما كتشوفوا، كنبقى نقطع تقريبا 2 سنتيم. صافي كنبقى نقطعها على هاد الشكل هذا حتى غنقطعها كامله، ونعاود عاوتاني نقطعها في العرض على 2 المرات كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا. قطعتها بالطول كاملين وهزيتها عاوتاني وقطعتها عاوتاني في النص. صافي كنهز بالوحيده بالوحيده، كنبقى نسد ليهم هاد القنيصات هكا باش ما يتحلوش، وكنبقى نلوي على هاد الشكل هذا. ها نتوما كما كتشوفوا كناخذ العجين كنشدها من هنا. اول حاجه كنسدها من هنا مزيان مزيان حتى كتسد ليا، كنشوفها بانها راه تسدات العجينه. صافي كنلويها هكايا 2 تلويات وكنحطها في اللاطه. كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل العجين اللي عندي كامله. فضروري ما خاص العجينه تشد من هنايا كما كتشوفوا، باش ملي كطيب في الفران راه كتزيد تنفخ ما غتحلش. الا خليتوها محلوله راه ضروري كتحل في الفران، فضروري ما خاصكم تسدوها من هكا من الجنيبات على هذا الشكل هذا. صافي دابا انا غنستمر حتى غنكمل العجين كامله، ندهنها بالبيض ونرشها بالبوافو وندخلها للفران. من بعد كما كتشوفوا انا راه عندي الفران سخون، شعلته تقريبا ملي بديت كنطلق العجين شعلته ناقصه لي باش يكون الفران سخون مزيان. صافي دابا كنبقى ندهن هكايا بصفاره البيض مع واحد نقيطه ديال الحليب. درت في ديك الصفار البيض زدت فيه واحد نقيطه ديال الحليب صافي، وكندهن بها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي حتى غندهنهم كاملين وغادي نرشهم بواحد شويه ديال البوافو صافي، وغندخلهم للفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بالمي اللي كيجيو رائعين وكيجيو غزالين. كما كتشوفوا العجينه كتكون قطنيه، فضروري البنات يكون الفران سخون سخون ملي تبغيو طيبوا فيه، يعني خاصكم تسخنوا الفران مزيان عاد طيبوهم. كتجي العجينه ديالهم قطنيه كما كتشوفوا. فداك الحشوه مع داك الفرماج مع الطون مع الفلفله كيجيو رائعين مع هاد الحشوه هادي. نتوما كما قلت لكم باش ما بغيتو تعمروهم غتعمروهم. انا درت في هادو الفلفله والطون، نتوما باش ما بغيتوهم ديروا ليهم. وبالصحه والراحه.